تخيل إن لعبة فيديو اتهمها الإعلام إن هي بتصنع قتل. وتخيل إن سياسيين وأهالي ضحايا وحتى بعض الحكومات طالبوا بمنعها من السوق نهائيا. بس السؤال الحقيقي، هل فعلا في لعبة تقدر تغير تفكير إنسان وتخليه يرتكب جريمة؟ ولا إحنا اللي بنحاول نلاقي شماعة نعلق عليها أكبر مشاكلنا؟ النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر الألعاب اللي عملت قلق في تاريخ صناعة الألعاب. مان هانت، اللعبة اللي اتمنعت في دول واتهاجمت في البرامج التلفزيونية واتقال إن هي أخطر لعبة اتعملت على الإطلاق. وفي آخر الفيديو هقولك ليه في ناس شايفة إن لعبة مان هانت أخطر لعبة اتعملت على الإطلاق رغم إن عدى على إطلاقها 20 سنة. جهز مشروبك ويلا نبدأ. سنة 2003 شركة روك ستار جيمز المعروفة بسلسلة GTA قررت تعمل حاجة مختلفة تماما. بدل المدن المفتوحة والعربيات قررت تعمل لعبة اسمها مان هانت. القصة بتحكي عن مجرم محكوم عليه بالإعدام، لكن بعد تنفيذ الحكم بيكتشف إن هو لسه عايش لكن محبوس في مدينة غرقانة في الفوضى والعصابات. وفي نفس الوقت شخص غامض اسمه المخرج بيراقبه وبيجبره على القتل علشان يصور المشاهد وكأنها فيلم رعب. ومن هنا بدأت المشكلة. You're doing fine, Cash. Just fine. We're getting some great material here. Keep going. اللعبة مش بس فيها عنف، اللعبة كمان كانت بتكافئ اللاعب كل ما نفذ طريقة قتل أبشع من اللي قبلها، وده كان شيء صادم جدا وقتها. بص، العنف في الألعاب مش حاجة جديدة، لكن لعبة مان هانت كانت حاجة مختلفة تماما. هي ما خلتش القتل مجرد وسيلة للفوز، هي خلته جزء من اللعبة نفسها. كل ما تقدر تتسلل أو تبتكر وسائل جديدة للقتل كل ما اللعبة تكافئك أكتر. وده خلى ناس كتير تسأل، هل النوع ده من الألعاب يقدر يغير طريقة تفكير اللاعبين؟ ولا ده مجرد خيال زي أفلام الرعب وأفلام الأكشن والخيال العلمي؟ والأغرب إن دكاترة النفس نفسهم مختلفين. في دراسات قالت إن ممكن يحصل زيادة في العدوانية لفترة قصيرة عند بعض الأشخاص، وفي دراسات تانية قالت إن مفيش رابط قوي ما بين الألعاب وبين الجرائم الحقيقية. يعني لحد دلوقتي النقاش لسه ما خلصش. بعد ما اللعبة نزلت بفترة قصيرة بدأت وسائل الإعلام تربطها بجرائم حقيقية. كل ما تحصل جريمة ويطلع الجانب يلعب ألعاب عنيفة كانت مان هانت ترجع للواجهة من جديد. لكن المشكلة إن وجود لعبة بالشكل ده عند شخص ارتكب جريمة مش بالضرورة إن يبقى فيه رابط ما بينها وما بين الجانب، لأن أغلب القضايا كان فيها عوامل أكبر وأعقد زي مشاكل نفسية أو مشاكل أسرية أو تاريخ سابق في العنف. وعشان كده مفيش دليل قاطع يثبت إن اللعبة صنعت قتل، لكن الجدل اللي عملته كان كفاية إنه يخلي اسمها مرتبط بالرعب لسنين طويلة. الانتقادات وصلت لدرجة إن اللعبة واجهت منع وقيود في بعض الدول والأسواق. بعض الجهات شافت إن اللي في اللعبة عدى كل الخطوط، بينما ناس تانية دافعت عنها بدافع إن هي مجرد عمل فني موجه لكبار. وهنا ظهر السؤال المهم، فين الحد الفاصل ما بين حرية إنك تعمل اللي أنت عايزه ومسؤوليتك قدام المجتمع؟ سؤال لسه بيتكرر لحد النهاردة كل ما ينزل فيلم أو لعبة مثيرة للجدل. Story about Manhunt 2. This is a very controversial new video game, a little scary, coming out in time for Halloween. بعد أكتر من 20 سنة على نزول مان هانت لسه في ناس كتير مختلفين عليها. في ناس شايفاها مجرد لعبة رعب جريئة، وفي ناس شايفاها تجربة ما كانتش ينفع تتعمل من الأساس. بس الأكيد إن أي حاجة بنتفرج عليها سواء فيلم أو لعبة بتأثر فينا بشكل أو بآخر. عشان كده أهم حاجة مش المنع، أهم حاجة عندنا هي الوعي، إنك تعرف أنت بتشوف إيه أو بتتعامل مع إيه، وتعرف تفرق ما بين الخيال والحقيقة. لو وصلت لحد هنا اكتب في الكومنتات المخرج وقولي رأيك، هل اللعبة كانت فعلا خطيرة ولا الإعلام كبر الموضوع أكبر من اللازم؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس. هتلاقي في الوصف حساباتي على السوشيال ميديا، ما تنساش تتابعني. سلام.